تمام 10 مساء بتوقيت أسمر من الفضائية الإريترية. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وإلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، معكم في جولتها نور الدين خليفة، والتي أستهلها لكم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس سياس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته لجمهورية مصر العربية. تنظيم ماراثون أسمر. مدرسة كنداع للتدريب المهني تخرج 106 طالب. ترامب يعلق الرسوم الجمركية على المكسيك. إيران ترفض دعوة لإجراء محادثات أشمل من الاتفاق النووي. وعاصفة تجتاح عدة مناطق في غرب فرنسا. وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، إليكم الأنباء بالتفصيل. عاد فخامة الرئيس سياس أفورقي مساء اليوم الأحد 9 من يونيو مختتما زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية التي استغرقت يومين. وبحث فخامة الرئيس سياس أفورقي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس 8 من يونيو علاقات التعاون الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وتبادلا الأفكار حول القضايا الإقليمية عامة والتعاون في القرن الإفريقي وحوض البحر الأحمر. كما عبر الزعيمان عن قلقهما من الأوضاع الراهنة في السودان، داعين الشعب السوداني والجهات المعنية ذات الصلة التعامل مع المرحلة الانتقالية بمسؤولية تامة ومنع التدخل الخارجي. وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبالا بمراسم الشرف الرسمية للرئيس سياس أفورقي في قصر الاتحادية. ورافق الرئيس سياس أفورقي في زيارته لمصر وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني جبرأب. نظم اليوم 9 من يونيو لعام 2019 ماراثون أسمر الدولي لعام 2019 في معظم الشوارع الرئيسية بالعاصمة أسمر. وشارك في الماراثون الذي يغطي مسافة 42 كيلومترا وخصصت له جوائز مالية قدرها 16,500 دولار أمريكي. شارك أكثر من 60 عداء يمثلون دول إريتريا وإثيوبيا كينيا وأوغندا وجنوب السودان وتنزانيا. وفي خاتمة ماراثون أسمر توج العداء الإريتري محارز أجاي بالمركز الأول، متقدما على كل من الإثيوبي تادسي أسف صاحب المركز الثاني وبيتير مامو صاحب المركز الثالث، حيث نال أصحاب المراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية قدرها 6,43000 دولار أمريكي على التوالي، إلى جانب الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. وقام بتقديم الجوائز كل من مفوضية الثقافة والرياضة السفير زمد تخله وحاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي إلى أصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر على الترتيب. ورفع العلم الوطني الإريتري على السارية مصحوبا بالنشيد الوطني لإريتريا. وعلى هامش ماراثون أسمر نظم استحقاق نصف الماراثون بمشاركة العداءات الإريتريات، حيث توجت العداء نازريت ولد من الإقليم الأوسط بالمركز الأول متقدمة على كل من كوخوب تسفا جابر زميلتها بالأوسط، والعداء سمرت مرهوي من فريق دندن بقوات الدفاع، حيث نالت كل منهن 40 و20 و10 آلاف نقفة كجوائز مالية. وقامت وزيرة السياحة سيدة أسكالو منقريوس بتوزيع الميداليات والجوائز المالية على الفائزات بالمراكز من الأول وحتى العاشر على التوالي. وشارك أكثر من 20,000 عداء في العدو الجماعي بحسب التوضيح الذي قدمه الاتحاد العام لألعاب القوى. احتفل الإريتريون المقيمون في دبي والإمارات الشمالية بعيد الاستقلال. وقدم سفير إريتريا في الإمارات العربية المتحدة السيد عثمان محمد عمر في المناسبة التي جرت في 6 من يونيو توضيحا حول مراحل التنمية والتصدي من عام 1991 وحتى 2018. وقال إن عهد السلام المبشر الذي تحقق في منتصف عام 2018 هو ثمرة صمود وتحديات وتضحيات الشعب الإريتري وقوات دفاعه. وأوضح أن المرحلة الجديدة تحتضن الفرص والتحديات، ويتطلب هنا أيضا الصمود والتفاني لتحقيق المعجزات، مذكرا الإريتريين في الإمارات العربية المتحدة عامة ودبي وضواحيها خاصة لتعزيز مساهمتهم الواعية. من جانبه شكر رئيس الجالية الإريترية في دبي والإمارات الشمالية السيد عبد القادر محمد سعيد المساهمين لحفاوة الاحتفال، مؤكدا على استعداد الجالية للإيفاء بكل المتطلبات.
وشهد الاحتفال الذي شارك فيه عدد كبير من المواطنين والضيوف برامج ثقافية وفنية. واحتفل الإريتريون في الكويت بعيد الاستقلال بمشاركة الدبلوماسيين المدعوين. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في الكويت السيد حمد يحيى في المناسبة إن اتفاق السلام والصداقة الموقع في أسمر بين إريتريا وإثيوبيا في يوليو 2018 نقل منطقة القرن الإفريقي إلى مرحلة الاستقرار والتعاون. ومن المفرح مشاهدة سكان المنطقة يعملون لتعويض الفرص الفائتة. وذكر رئيس الجالية السيد سلام صافي أن الجالية مستعدة لتنفيذ واع لمسؤولية العهد الجديد. وأحيا الاحتفال فرقة فنية توجهت من إريتريا. خرجت مدرسة جندع المهنية في 7 من يونيو 106 شاب بينهم 47 شابة كانوا قد قطعوا مائدة التعليم بمختلف الأسباب ويعانون من مشاكل اجتماعية. واشتملت الدورة التي قدمت نظريا وتطبيقيا لفترة 4 أشهر على مجالات العمارة وصيانة ونشر أنابيب المياه والكهرباء والحاسوب والإلكترونيات. كما أن الدارسين كانوا يتقاضون في الشهر مبلغ 600 نقفة. وقال مدير المدرسة الأستاذ عبد الله حدوق إن الهدف من الدورة هو تهيئة بيئة مناسبة للمواطنين الذين قاطعوا الدراسة بمختلف الأسباب من أجل تحسين حياتهم المعيشية ومساعدة أسرهم، مناشدا الدارسين لتطوير الدراسة النظرية على أرض الواقع وأن يكونوا نموذجين من أجل التغيير الإيجابي. وأشار إلى تخريج 331 دارسا ابتداء من الدورة التدريبية الابتدائية التي بدأت عام 2017 بمدينة مصوع، بينهم 165 من الإناث. وفي الرسالة التي أدلى بها مسؤول قسم تعليم الكبار والإعلام بالوزارة السيد جبرزقي دمام، ذكر فيها أن التدريب المهني من البرامج التي تمنح الأولوية، موضحا بأن وزارة التعليم تسعى جاهدة لتوسيعه في كافة أرجاء البلاد بالتعاون مع الشركاء. أعزائي المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير ووفيكم بالأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم. توصلت الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق يحول دون نشوب حرب تجارية بين البلدين، وذلك بعد أن تعهدت المكسيك باتخاذ إجراءات قوية لمنع هجرة أشخاص معظمهم من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة عبر الحدود بين البلدين. وكان ترامب الذي يشن هجوما متواصلا على الهجرة غير الشرعية منذ أن كان مرشحا قد هدد بفرض رسوم نسبتها 5% اعتبارا من يوم الاثنين المقبل تتصاعد إلى 25% ما لم تفعل المكسيك المزيد لتشديد الرقابة على حدودها. وفرض تلك الرسوم كان سيدخل الولايات المتحدة في حرب تجارية أخرى مع أحد أكبر 3 شركاء تجاريين لها، وسيزيد من اضطرابات الأسواق المتوترة بالفعل بسبب التراجع الاقتصادي العالمي. وذكر الإعلان الأمريكي المكسيكي المشترك الذي صدر في واشنطن أن المكسيك وافقت على استقبال مزيد من المهاجرين الذين يطلبون اللجوء السياسي في الولايات المتحدة بينما ينتظرون صدور حكم قضائي بشأن حالاتهم. ووافقت كذلك على زيادة القيود على الهجرة غير الشرعية، ومنها نشر الحرس الوطني على حدودها الجنوبية. قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن إيران رفضت دعوات فرنسا لإجراء محادثات دولية أوسع نطاقا بشأن برنامجها النووي وطموحاتها العسكرية، وأعلنت أنها لن تناقش سوى الاتفاق المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال إن باريس وواشنطن تريدان منع طهران من حيازة أسلحة نووية، وإن المحادثات الجديدة ينبغي أن تركز على كبح برنامجها للصواريخ البالستية وقضايا أخرى. لكن وزارة الخارجية الإيرانية قالت إنها لن تجري أي مناقشات بخلاف اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي في إطار سعيه لتشديد القيود على طهران. وأعلنت فرنسا وبقية الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق أنها تريد الإبقاء عليه، لكن العديد من الشركات في تلك الدول ألغت اتفاقاتها مع طهران تحت ضغوط مالية من الولايات المتحدة. أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن العاصفة ميغيل اجتاحت عدة مناطق فرنسية،
وأضافت أن العاصفة ميغيل التي تجتاح فرنسا والتي عبرت 10 مقاطعات تسببت في مقتل 3 أشخاص على الأقل في غرب البلاد. وتسببت العاصفة القادمة من المحيط الأطلسي بقطع الكهرباء عما يقارب 80 ألف منزل وإلغاء الرحلات وإغلاق العديد من المؤسسات الحكومية. بيعت في مزاد خيري في تايلاند ثمرة دوريان فاخرة بعد أن حازت على لقب ملك الفاكهة مقابل 48 ألف دولار. وتنقسم الآراء حول ثمرة دوريان، إذ يرى البعض أنها ملك الفاكهة بينما يرى آخرون أنها الفاكهة ذات الرائحة الأسوأ على الإطلاق. وثمرة دوريان الشائكة تعد صنفا من الطعام الفاخر في معظم أنحاء آسيا، ولكنها كذلك مثيرة للجدل، فإما أنك تحبها أو تكرهها بشدة. وبسبب رائحتها الكريهة النفاذة تمنع دوريان في المواصلات العامة والفنادق والطائرات في بعض البلدان. بهذا أعزائي المشاهدين نختم نشرة الأخبار لهذا المساء. لكم تحياتي من الفضائية الإريترية، إلى اللقاء.